الحوار ما بين الطائفتين ان تكون يعم خيرها للجميع. بداية قيام هذه الأزمة هناك رغبات حدثت سواء كانت من الحكومة أو من الطائفة الأخرى، ونحن نعلم جميعا واستمعنا إلى هذه المقالة من أهل السنة وأهل الشيعة، استمعنا إليها وطالب الجميع إلى تصحيحها سواء كانت بتجمع الوحدة الوطنية المبارك الذي حدث في الفاتح ما كان بين الطائفة السنية. هناك مطالب وهذه المطالب ثانية مطالب معيشية. إذا لابد أن نصرف الفساد في الحكومة في طريقة الأفعال وتعاطف، لابد أن نعالج الأزمة الاقتصادية، لابد أن نرفع من رواتب الناس، لابد أن نعطي الناس حقوقهم حتى تنتهي هذه المشاكل، حتى لا يأتي الإنسان عنده مرض. نعم هناك من استغل هذه الأزمة من أول يوم لتحقيق براءة الصفويين وجعل البحرين دولة صفوية، لكن هذا الحقائق وجد أصلية مهيئا من الفساد الإداري والمالي، من الظلم والتحيز، فجاء عليها هذه الأزمة. إذا هذا ولي أمر لو أنه عارف القضية من الأساس، أتي إلى الجرح، أصل الجرح وأولويه، لا أصل حول الثمار. وعرف أن المشكلة هي ما تسوي ليه؟ مصالح الحيوية. التغيير مطلوب، يأتي بالحق والإرادة على اختلاف مغير، أغير مسؤول، أغير وزير، أغير أي إنسان. المصلحة الوطنية لابد أن تكون مقدمة على المصالح الشخصية. للأسف اليوم إذا واحد مسؤولين شغل الشاطر من أول يوم شلون يحافظ على كرسي الوزارة، شلون يحافظ على كرسي الوزارة. هذا الكلام الخارجي وقالوا ديوان الرقابة المالية يكون حساب عن السابق ويثبت بأن هناك فساد في الحكومة، فساد كبير يدرك معالجته. لو احنا عرفنا هذا الفساد من اول تقرير الرقابة المالية ما حدثت هذه الأزمة. هؤلاء على قدر كبير من الجهل، ليس عندهم علم، وحاطين لهم روابط في التويتر وفي الواتساب، ويضرب يتكلم ويعمل الحوار. اترك الامر